سهير البابلي أسرار الكوميديا الراقية وأدوارها الخالدة وثروتها الفنية. تخيل إن ست واحدة قدرت تسيطر على المسرح وتكسر الدنيا في الدراما وتضحكنا في السينما كمان. سهير البابلي مش مجرد فنانة، دي مدرسة كاملة. في الحلقة دي هنحكي عن ست غيرت شكل الفن وتعرضت للجدل واتحاربت كتير، بس فضلت دايما جوه قلوبنا. أنا مريم محمد وده برنامج أسرار مشاهير العرب. اتولدت سهير حلمي البابلي سنة 1937 في مدينة فرسكور، بس نشأت في المنصورة. والدها كان ناظر مدرسة وكان بيشجعها على التعليم، بس هي حلمت بالفن من بدري. دخلت المعهد العالي للفنون المسرحية وكمان معهد الموسيقى، وده خلاها تجمع بين الموهبة والدراسة، وده ساعدها انها تظهر بسرعة وسط نجمات جيلها. قدمت اكتر من 100 عمل فني بين مسرح وسينما وتلفزيون، ومن اشهر المسرحيات رايا وسكينة مع شادية، ومدرسة المشاغبين مع الزعيم، وعطية الإرهابية، ونرجس. في السينما شاركت في أفلام شهيرة زي يوم من عمري، جناب السفير، والبعض يذهب للمأذون مرتين، وكمان سيدتي الجميلة. أما في الدراما مسلسلات زي بكيزة وزغلول، ودخلت التاريخ وكانت أول ثنائي نسائي كوميدي ينجح بالشكل ده. الاعتزال والعودة. سهير البابلي اعتزلت الفن في التسعينات ولبست الحجاب، لكن بعد فترة رجعت للتمثيل في أدوار تناسب التزامها، وده سبب جدل كبير وقتها. تمردها على الأدوار التقليدية. سهير البابلي رفضت أدوار كانت ممكن تكسبها شهرة أسرع، لأنها ما بتحبش تتكرر، وكانت بتقول دايما أنا ممثلة مش سلعة. شخصيتها الحقيقية رغم خفة دمها على المسرح كانت في الحقيقة جادة جدا، وعندها نظام صارم في البروفات، وده خلاها تكسب احترام كل اللي اشتغلوا معاها. سهير البابلي اتكرمت كتير جدا، سواء في مهرجانات مصرية أو عربية. حصلت على درع المسرح القومي وجوائز تقدير من وزارة الثقافة، وكمان من مهرجان القاهرة للمسرح الكوميدي، واختارها النقاد واحدة من أفضل ممثلات القرن العشرين في المسرح المصري، وده إنجاز مش بسيط أبدا. سهير البابلي عمرها ما كانت بتجري ورا الفلوس، رغم إنها كانت واحدة من أعلى نجمات أجرا في المسرح والتلفزيون في فترتها، لكنها كانت دايما شايفة إن الرصيد الحقيقي هو حب الجمهور، وثروتها الحقيقية كانت في حب الناس اللي فضلت متمسكة بيها لحد وفاتها في 2021. دي كانت حكاية سهير البابلي، الست اللي علمتنا نضحك من قلبنا، واللي علمت أجيال من الفنانين. ايه اكتر دور بتحبوا ليها، وافتكرت ايه لما سمعت اسمها؟ شاركونا في التعليقات، وما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا الجرس. اشوفكم الحلقة الجاية.